السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين الكرام ومتابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج الحوت بتاريخ 19/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الحوت. على الصعيد العام، الحوت النهارده حاسس إنه واقف في نص الطريق، لا هو مرتاح يكمل بنفس الشكل ولا هو قادر يرجع خطوة لورا، وده مخليه طول اليوم بيفكر ويحلل كل حركة وكل كلمة وكل موقف حصل قريب، وكأن عقله بيحاول يجمع الصورة كاملة قبل ما ياخد أي قرار جديد. عندك يا حوت إحساس داخلي مسيطر عليك إن في حاجة لازم تتغير، مش شرط تغيير كبير، لكن تغيير في طريقة تفكيرك أو تعاملك مع الناس، لأنك بدأت تلاحظ إن نفس الأسلوب القديم بقى بيتعبك أكتر ما بيريحك. النهاردة ممكن تقابل موقف بسيط يخليك تفهم رسالة مهمة. الرسالة دي بتقولك يا حوت إنك مش مطالب تبقى قوي طول اليوم، وإن الاعتراف بالتعب مش ضعف، وإنك من حقك تهدى وتراجع نفسك من غير ما تبرر لحد. كمان مزاجك متقلب شوية، وده طبيعي جدا لأنك في مرحلة وعي وانتقال، فبلاش تضغط على نفسك إنك تبقى اجتماعي أو متفاعل زيادة عن طاقتك. خليك على طبيعتك وادي لنفسك مساحة. الطاقة العامة النهاردة بتقولك يا حوت إن الهدوء اختيار ذكي مش هروب، وإنك لما تسمع صوتك الداخلي وتصدقه الدنيا بتبدأ تمشي معاك مش ضدك. أما على الصعيد العملي، مهنيا يا حوت انت حاسس انك بتبذل مجهود كبير بس مش دايما بتاخد المقابل اللي بيرضيك، وده مخليك بتفكر كتير في مستقبلك وخطواتك الجاية حتى لو مش ناوي تنفذ دلوقتي. كمان النهاردة مناسب للتخطيط الهادي، انك تبص على شغلك يا حوت من زاوية مختلفة وتشوف ازاي تطور نفسك او تزود مهارة تخليك اقوى قدام. كمان يا حوت خد بالك من الدخول في نقاشات ملهاش لازمة في الشغل، لأن في ناس بتتكلم أكتر ما بتعمل، وأنت طاقتك أهم من إنك تضيعها في جدال فاضي. في فرصة جاية بس محتاجة صبر واستمرار منك، ويمكن تكون مرتبطة بشخص شايف شغلك من بعيد وبيقيمك من غير ما يبان. خليك ثابت يا حوت واشتغل بهدوء، لأن نجاحك مش هيجي بالسرعة اللي أنت متخيلها، لكن هيجي في الوقت الصح. أما على الصعيد المالي، ماليا يا حوت النهاردة لازم تاخد وقتك في التفكير قبل أي خطوة، مش كل حاجة محتاجة قرار سريع. حاول تشوف الصورة الكبيرة وتشوف مصروفاتك وإيراداتك بعين واقعية. كل فلوس داخلة أو خارجة ليها تأثير يا حوت، وده مش مجرد حساب أرقام، ده تخطيط لحياتك المستقبلية وراحة بالك. في مبلغ متأخر أو دخل محتمل، مش كل شيء هيتحقق على طول. حاول تكون صبور وركز على اللي في ايدك دلوقتي، وابدأ ترتيب أولوياتك بحيث كل خطوة مالية محسوبة ومن غير أي تهور، لأن النهاردة كل خطأ بسيط ممكن يأثر على توازنك النفسي والمالي. كمان النهاردة فرصتك إنك تنظم مصروفاتك بطريقة ذكية، مش تقليل من نفسك أو تحترم نفسك، بس خليك واعي. ركز على الضروريات الأول، وفر جزء للأشياء اللي تحبها، وما تخليش أي حد يضغط عليك في الصرف، ده يومك وانت المتحكم في قراراتك. لو في فلوس هتدخل أو مديونيات محتاجة ترتيب، النهاردة مناسب إنك تكتب كل حاجة وتحدد أرقام واضحة وتحدد حسابات واضحة، وما تسيبش أي شيء للصدفة، وده هيديك شعور أمان ويخلي بالك هادي. الاستقرار المالي مش بس أرقام يا حوت، ده شعور داخلي بالأمان. لما تنظم كل حاجة وتشوف الخطوات واضحة هتحس بالراحة النفسية، وهتقدر تواجه أيامك من غير قلق. الهدوء ده اللي هيخلي خطوتك الجاية صحيحة ومربحة. أما على الصعيد العاطفي، عاطفيا يا حوت انت حاسس ان قلبك متحمل أكتر من اللازم، ومشاعر متراكمة وكلام ما تقلش وانتظار طال، وكل ده مخليك محتاج تطمن حقيقي مش مجرد كلام مؤقت. لو في علاقة انت محتاج تحس انك شريك مش شخص بيكمل الصورة، محتاج اهتمام واضح وتصرفات ثابتة، لانك بطبعك حساس قوي واي تجاهل بسيط بيأثر فيك اكتر ما الناس متخيلة. في حوار متأجل بينك وبين الطرف التاني، وكل ما تأجله اكتر كل ما الحمل بيزيد عندك، فحاول تختار وقت هادي وتتكلم بصراحة.
من غير عتاب جارح ولا انفجار. ولو انت عازب يا حوت، في شخص شاغل بالك، يمكن مش موجود دلوقتي في حياتك بشكل مباشر، بس أثره لسه موجود. النهاردة مناسب إنك تسأل نفسك يا حوت وتقول: هل التعلق ده صحي ولا مجرد حنين؟ رسالة الحب ليك النهاردة بتقولك يا حوت إنك تستاهل علاقة تطمنك مش تشككك، علاقة تحسسك بالأمان مش تقلقك. ولو الإحساس ده مش موجود يبقى لازم تعيد حساباتك. أما على الصعيد الصحي، صحيا يا حوت الإرهاق النفسي مؤثر على جسمك جامد، حتى لو أنت مش واخد بالك، وده ظاهر في قلة التركيز أو التعب السريع. النوم محتاج تنظيم لأن التفكير الزيادة قبل النوم بيستهلك طاقتك. كمان حاول تهتم بالأكل والمية لأن جسمك حساس لأي إهمال. الحركة البسيطة هتفرق معاك حتى لو مش رياضة منتظمة. اسمع جسمك قبل ما يضرك ويقف. أما على الصعيد الدراسي، دراسيا يا حوت عندك تشتت أكتر من الصعوبة، وده مخليك تأجل البداية. لما هتبدأ هتكتشف إن الأمور أسهل مما تتخيل. قسم وقتك وما تضغطش نفسك دفعة واحدة. كمان في نجاح جاي بس محتاج تركيز وثقة منك. انت قادر توصل بطريقتك الخاصة يا حوت، مش بطريقة غيرك. ودي كانت توقعاتك اليوم يا حوت. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.